مرحب الحقيقه بالاستاذ عاصم الشيخ الرئيس التنفيذي للشركه الامنيه القابضه. هي الشركه اللي الحقيقه تستضيف الايفنت عندنا. بشكر الحقيقه الاستاذ عماد الازهري الرئيس القطاع التجاري لشركه فودافون الراعي الرسمي للبطوله. بشكر الاستاذه كاندي مديره البطوله، وبشكركم جميعا وبشكر جميع الحضور ان الناس بتحاول الحقيقه انها تشاركنا محاوله الارتقاء بالرياضه المصريه ومحاوله تسويق مصر بشكل جيد خلال فتره اعتقد كلنا بنتعايشها، وخلال فتره مهمه جدا على المستوى الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه. اعتقد كلنا كمصريين محتاجين بالفعل ان احنا نرسل من هنا رسالة واضحة بأن مصر تستطيع استضافة بطولات وتستطيع استضافة كثير من الإيفنتات. مصر لديها منشآت جيدة بنحاول إن احنا نسوقها، بنحاول نتحرك فيها. أعتقد يمكن من خلال تشجيعنا ووضع الإيفنت ده تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الرياضة هي محاولة لإعادة ترتيب الأوراق بأسرع وقت ممكن في محاور عديدة بنحاول إن احنا نشتغل عليها. اعتقد ده حدث مهم بالنسبه لنا انه تبدا انطلاق الجوله للدبليو دبليو اي من جوه مصر على مستوى الشرق الاوسط، ويمكن نكون احنا اول دوله عربيه بتستضيف هذا الايفنت. اعتقد كل ده بالنسبه لنا ايجابي، وعلينا ان احنا نحاول ان احنا ننجحه، لان الحياه في مصر محتاجه وين وين، ان الناس كلها تكسب. احنا محتاجين الناس اللي موجوده معانا انها تكسب والايفنت ينجح، ومحتاجين ان احنا مصر تكسب من وراء الشكل العام بتاع الاستضافه وتشجيع القطاعات التسويق والسياحه الرياضيه. احنا الاستاذ عاصم شيخ الرئيس التنفيذي لشركه كريتيف ديزاين فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ادروش قديش نحن فخورين ككريتيف ديزاين وكأمنية القادمة. اليوم هي برضه نقطة تاريخية لمصر لجلب ثاني أهم رياضة للشباب المصري اللي عرفناه إنه هي محبوبة جدا بعد كرة القدم. بس اللي لاحظنا قديش نحن عملنا الإيفنت دي في بلاد ما حدش عطانا الاهتمام اللي عطونا إياه المصريين كأشخاص والوزارات والكوادر. فأنا فعلا عايز أشكر جميع القائمين في الدولة كوزارات وكوزراء وككوادر وأمن وداخلية، يعني من جميع الوزارات. مش عايز أعدد الاهتمام اللي عطونا إياه ما شفناهوش في أي دولة تانية. فأنا بشكر الجميع، بشكر تواجدكم. الكلمة الآن للأستاذ عماد الأزهري رئيس القطاع التجاري لشركة فودافون. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنيابة عن شركة فودافون برحب بحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين فودافون دايما بتهتم بالعملاء بتوعها بالخدمات الجديدة بالأفكار الجديدة، سواء كان في الخدمات الصوتية أو خدمات الإنترنت أو خدمات الاتصالات بصفة عامة. دايما بنبحث على كل ما هو جديد وكل ما هو مثير في عالم الاتصالات. مش بس في عالم الاتصالات، بنحاول برضو نشوف اهتمامات العملاء بتوعنا، اهتمامات المصريين عموما في المجالات المختلفة، ومن ضمنها طبعا المجال الرياضي. فرصة زي اللي احنا فيها النهارده دي فرصة بالنسبة لنا مهمة جدا ان احنا نساعد ان احنا نوصل للمصريين والعملاء بتوعنا حدث هام زي الحدث بتاعنا النهارده. دائما وابدا بنعمل ابحاث في السوق المصري، بنسال العملاء بتوعنا عن احتياجاتهم من الخدمات وبنسال عن اهتماماتهم. ومن ضمن الابحاث اللي عملناها على نسبه المشاهده للرياضات المختلفه في مصر، وفوجئنا ان رياضه المصارعه هي نمره 2 مشاهده في مصر. وبالتالي طبعا لما جت الفرصه دي اهتمينا جدا ان احنا نبقى مشاركين فيها ونقدمها للمجتمع المصري. طبعا برضو بالنسبه لفودافون الاهتمام جاي من كل ما هو جديد زي ما قلت قبل كده.
أهلان. أنا اسمي ذا ميز وأنا awesome. WWE, I cannot tell you how excited we are to be in Egypt. This is incredible. The show that you see on your television, The Raw, the WWE SmackDown superstars are coming here to Cairo Stadium, Hall 1 today, tomorrow, and the next day. You're going to see superstars like The Miz. Oh yeah, and in case you didn't notice, I don't have my Intercontinental Championship and I have stitches in my eye. البطل الثاني اللي موجود معانا النهارده هو شيمس the Celtic Warrior, the heavyweight championship. Give your hands to the Sheamus. How's it going, everybody? I presume most of you now are deaf, having to listen to The Miz talk about himself for what was that? Was that 5 minutes? Was that a record? 5 minutes? He normally talks about himself for about 30 minutes. I just want to say on behalf of WWE, I'm very excited to be here. It's our first time here in Cairo, first time in Egypt. And as Miz was saying there, myself and all the other WWE superstars are going to put on the greatest show, greatest 3 shows in entertainment you've ever seen.